محدش جاي ينقذك ومخك مرتاح قوي وهو مصدق إن في حد هيجي. في علم النفس ده اسمه تأثير المتفرج. هشرح لك واعمل سبسكرايب عشان أنا صوت ضميرك دلوقتي. لما الكل يستنى النجدة تيجي محدش بيتحرك، مخك بيعمل نفس الحاجة، يستنى الحافز عشان ما يبدأش. العلم العصبي بيقول حاجة مش مريحة، الحافز بيجي بعد الفعل مش قبله. عشان كده المخ يحب يستنى. لما تقول لما أبقى جاهز، ده مش كسل، ده جهازك العصبي بيختار الأمان بدل التغيير. أغلب الناس مش واقفة مكانها عشان ضعيفة، لأ، عشان مخها شغال بكفاءة. مفيش إنقاذ، مفيش وقت مثالي، مفيش ثقة هتنزل فجأة. في قرار واحد صغير مش مريح ويتكرر. الانتظار مريح بس بيضيع سنين. عشان كده لازم تقوم وتبدأ حالاً أياً كان اللي بتعمله. خطوات بطيئة ثابتة أحسن من مفيش. مش هتلاقي النتيجة بكرة يعني، بس أوعدك لو استمريت هتشوف نتيجة ترضيك. قولي إيه الحاجة اللي عمال تأجل فيها، واعمل سبسكرايب عشان أنا صوت ضميرك اللي هيخليك تسيب السكرولينج وتتحرك.